ازاي ننقذ طفل اقل من سنة من الاختناق؟ خلينا متفقين ان لو الطفل لقيتيه بيكح لوحده او عنده منعكس الترجيع او التقيؤ، سيبيه وما تقربيش منه. لو كان الطفل حسيتي ان هو لا نفسه بدأ يقف، ولقيتي ان هو مش عارف ياخد نفسه، بدأ لونه يتغير، لا ابدأي اتدخلي. في لعبة وانت شايفاها تقدري تجيبيها بايديكي، ماشي. ما تحطيش ايديكي من غير ما تكوني شايفه ايه جوه بق الطفل. لو انت مش شايفه ما تحطيش صبعك. في ناس كتير بيقولوا احنا بنجيبها بايدينا، لا لو سمحت. لو انتوا مش شايفين حدود اللعبه او حدود الحاجه اللي عامله له اختناق، انتوا ممكن تدخلوها جوه اكتر. لو الطفل لسه فيه نفس وما بيستجبش، احنا هنجيب الطفل على بطنه ويكون رجله الاتنين ما بين ايدينا، وبعد كده نحطه على رجلنا و5 ضربات على ظهره بالجزء ده من الايد، ضربات جامدة بحيث تكوني مثبتة الفك بالوش بايديكي زي الصورة دي بالظبط او زي الفيديو ده بالظبط. وتضربي 5 ضربات، وبعد كده لا قدر الله الحاجة اللي في بقه ما طلعتش، تجيبيها تاني على ايديك التانية يبقى وشه ليكي بالصابعين دول، وتعملي 5 مرات بحيث ان صدره ينزل لنص المسافة ما بين جسمه بقوة. لا قدر الله لقيت الطفل خلاص مفيش نفس، لازم نبدأ نعمل تنفس الصناعي، وهنا ده موضوع تاني.